ده ايه اليوم الحلو ده؟ يوم جميل، يوم رائع. انا بمر باسعد ايام الكرويه مع الاهلي من فتره تقريبا كده يا صديقي. النحس اتفك من ساعه ما كولر السباك ده مشي، يعني الحمد لله نحمد ربنا كلنا. اليوم الجميل ده بقى بيبدا بايه؟ بنادي فاركو، احد اعظم نوادي الادويه في العالم، بيفوز على نادي بيراميدز الشهير بالاسيوطي سابقا بثلاثيه، ولا اروع ولا احسن ولا اجمل. شكرا يا ملك، يعني شكرا على جمايلك يا ملك، بجد والله شكرا، لازم كلنا نشكر نادي فاركو ان هو بيرجعنا تاني للمنافسه على الدوري بقوه وشراسه. اليوم الجميل ده بقى بيخلص على كده؟ لا والله ما يحصل. النادي الاهلي ملك الكره في مصر، وغصبا عن اي حد بيفوز على نادي حرس الحدود باداء ولا اروع ولا اجمل ولا اشيك. اللعبه كانت حاطه برفان النهارده وهي بتلعب، الاول والتاني والتالت والرابع والخامس، وايه، لوحه بقى فنيه بتترسم. يعني لعيبه الاهلي كانت بترسم النهارده لوحه فنيه. اليوم بقى بيخلص على كده؟ انت فكر كده اليوم خلص؟ والله ما يحصل. عوده الروح الى الجسد، عوده ملك الحلول مره اخرى. علي معلول بيعود للملعب في الدوري بعد غياب فتره طويله بعد الاصابه. علي معلول ده يا جدعان لمسته للكوره مختلفه. لازم بكره الاداره تجدد له سنه كمان على الاقل، يعني على الاقل خالص الاداره تجدد له سنه كمان، لان اللمسه بتاعته مختلفه. هو بس عايز نظبط البدني بتاعه شويه، وعلي معلول هيرجع زي الاول ويمكن احسن. اللعيب عنده خبرات، ولمسته للكوره مختلفه عن كل الباكات الشمال اللي عندك كلها في النادي. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لك اعمل يا جدع لايك، قول لي الله ينور، ما اشتمني. هو في إيه؟ ما كده بتقدرني.